فاطمة الباري حياها يا وأفضل من حيا مريم حياها يا ربح كل من لهالحفلة عافية يا ربح كل من لهالحفلة حياها يا الشفاعة ينولها من الزهرة يا زكي صلوات وطاها وحق من شرف الكعبة وحق من شرف الكعبة وطاها علي اللي طلق الدنيا علي اللي طلق الدنيا وطاها اليوم انولدت الزهرة يا الزهرة يا باليوم انولدت الزهرة يا وطاها يا تمت فرحته بهاي المسي صلواتك باردة لا تقول احنا قليلين ترى الملائكة حاضرة اريدك صلواتك تكون عالية صلوا على محمد وآل محمد حب البتول به شفاء حب البتول به شفاء نفوسنا من كل داء معضل وشقاء يا من ترون الفوز في يوم الجزاء يا من ترون الفوز في يوم الجزاء والمذنبون في حالة شفائي من يخدم الزهراء يحشر آمنا يا الله إن شاء الله كل احنا خدام الزهراء من يخدم الزهراء يحشر آمنا وفؤاده كالصفحة البيضاء صلوات وانتهاله شع للعرش نورك يا زهراء شع للعرش نورك وانتهاله وجاز الفضل فضلك وانتهاله حسن وحسين عنبر يا با حسن وحسين عنبر وانتهى له ومسك هالدار حمايل حمية صلوات أحسن الله إليك الأبو حسن. والآن مع الفقرة من المدائح نستقبل مادح أهل البيت رضا محلاتي مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. وملائكة
رش الريحان يا سحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أيامنا وأيامكم بميلاد بنت الرسول زوجة أمير المؤمنين أم الحسن والحسين وأم الأئمة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأسأل الله أن يجتمع هذا الجمع الطيب دائما على حب محمد وآل محمد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أروي إليكم مولد الزهراء، أروي إليكم مولد الزهراء، فاطمة سيدة النساء، موعد ميلاد الجمال الفاطمي، أثبته المفيد قبل الكفعم، كان ل5 بعد بعثة النبي، طيبة قد ولدت من طيبي صلوات. وقد مضى يوم أتتنا الطاهرة 20 يوما من جماد الآخرة، عن صادق العلوم والدراية روى لنا المفضل الرواية بأنه في مكة المكرمة جمادة جاء بنور فاطمة صلوات. قد جاء عن خديجة في الخبر لما تزوجت بخير نعم البشر أن نساء مكة هجرنها مغمومة وحيدة تركنها، فاستوحشت خديجة لذلك والله في إيمانها يبارك. وحينما قد حملت بالوارثة كانت لها فاطمة محدثة في بطنها الميمونة البتول، تؤنسها ويأنس الرسول، تؤنسها الراضية المرضية. أنعم ببنت سيد البرية صلوات. والمصطفى اسمعني حبيبي، والمصطفى ماذا لها يقول؟ بشرني بفاطم جبريل، بوركت من صائنة مصونة بالنسلة الطاهرة الميمونة، سيملأ الله المدى من فضلها، وأن نسلي كوثر من نسلها، فلم تزل في الأنس والسعادة حتى إليها دنت الولادة، فوجهت للقابلات الممنلي حتى تليها النساء من أمري تلي، وما أتت قابلة إليها والله صلى في السماء
صلوات. وحين أمر الله دق في الزمن، وحين أمر الله دق في الزمن، 4 نسوة إليها أقبلا، جاءت إليها أخت موسى كلثم وسارة وآسيا ومريم، لا تحزني في الساعة البهيجة وأبشري بالخير يا خديجة، قد جاء وعد كوثر الجمال بامرأة أغلى من الرجال، وحين حانت ساعة الولادة أحس كل الكون بالسعادة، للمصطفى من أمها المكرمة قد ولدت خير النساء فاطمة. صلوات. جمادة جمادة جمد ماي الحزن بينا، جمادة والكون ابتشر حيا، وجمادة ألف أهلا وألف سهلا. نعم جمادة جمادة شهر مولد البضعة الهاشمية. صلوات. وجيها وجيها تجيلي فرحة المولد، وجيها تعالي وشمعة الفرحة، وجيها يا من انت عند الله، وجيها وجيها نظر على الحفل هاي مسيا. صلوات. نعم أم الأئمة منها اللؤلؤ النظير، والعسد الغر والمرجان والدرر، ببطن مكة لما شاءها القدر، شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر، زهرة 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 سماها إله الكون، زهرة وفاحت من جنان الطيب، زهرة عطارد مشتري نبت وزهر الكواكب تنحني بنورين زكية. صلوات. الثانية غفر الله لكم. على محبة الزهراء وهالليلة باسمها. الثالثة بأعلى أعلى أعلى أصواتكم. ثاني جمادة أريد منك فدوى أروح لك، اسمعني، أريد منك ترفع ايدك وتجاوبني، وإن شاء الله هالليلة باسم فاطمة الزهراء سلام الله عليها ومقضية الحوائج إن شاء الله بحقها. اخذ حاجتك حبيبي، ارفع ايدك. هلا بيك هلا بيك، هلا بخدام الزهراء. ثاني جمادة تفاخر عالزمن، ميعاد ميلاد الزهرة عفية جاوبني حبيبي. هلا بيك. ثاني جمادة تفاخر عالزمن، ميعاد ميلاد الزهرة
وبن سعد كل روح تطير من البدن، ونعيد العيد وكل هم ينجلي. يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن عم علي، أول محمد وابن. هلا بك، ارفع ايدك فدوى روح لك. يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن عم علي، أول محمد وابن عم. اسمعها منك. يا سامع الصوت على النبي أول محمد وابن. عاشت الأسماء الزهرة الزاهرة، هذه الزكية الرضية الطاهرة، محبها مفطوم عن نار الآخرة، صديقة مرضية والراضي عليه، صديقة مرضية والراضي، صديقة مرضية والراضي. يا سامع الصوت يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن أعلى، أول محمد وابن عمه، أول محمد وابن. لها على الناس محبة واجبة، وتسبيح الأملاك عليها هم واظبة، للي واليها حسن العاقبة، ويوم القيامة مقامه يعتلي، ويوم القيامة مقامه يعتلي. ارفع ايدك يا سامع الصوت صل على النبي، يا سامع الصوت صل على أول محمد، أول محمد. هلا بيك أول محمد وابن أول محمد وابن عمه. الله أكبر الله أكبر عدد ما السماء، والحمد لله على حب فاطمة، والحمد لله على سبحانه سواها إن عاصمة، تعصم اللي صار إلى حدر ولي، تعصم اللي صار إلى حدر. يا سامع الصوت يا سامع الصوت صل على، يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن أول محمد وابن عمه. تجعد تتعجب الناس من عيسى هالولد، يتكلم شلون وبعده بالمهد، وفاطمة الزهرة قبل ما تنولد تحكي ويا أمها كرامة من العلي، تحكي ويا أمها كرامة من يا سامع الصوت صل على النبي، يا سامع الصوت. بعد أول محمد وابن عم علي، أول محمد وابن عمه. يا سامع الصوت يا سامع الصوت صل على النبي، يا سامع الصوت. أول محمد وابن عم علي، أول محمد أول محمد وابن عم علي. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم ولدت قد ولد القرآن،
شكرا جزيلا إلى مادح أهل البيت رضا محلاتي على هذه المدائح، سائلين المولى القدير أن يحشره مع الزهراء ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل. عندي حشاية وياكم صغيرة، يعني قد تصير الاحتفال بالمولود يختلف عن باقي المناسبات. هسه ما جاي نشوف فد حركة، فد ابتسامة، شيلة ايد بالحفل هذا، واحد يساعد الرادود من يقرأ. اخوان تقدموا لقدام جزاكم الله خير على حب فاطمة. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. الخاطر الزهرة تقدموا على الأقل، حرك ايدك جاوب. ما حد يتحرك. سبحان الله سبحان الله. حب فاطمة ينفع في 100 موطن. اسمع يا الموالي. عن سلمان المحمدي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 موطن. أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة. فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه، ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه فاطمة غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. فما أعظم فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ونحن نحتفل هذه الليلة في هذه الحسينية المباركة. لماذا نقول مباركة؟ لأن يذكر فيها محمد وآل محمد. وكل مكان يذكر فيه أهل البيت تحضره الملائكة المقربون والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا الشاهد هذا الحفل وهالقعدة هاي اللي انت جاي ومتعني للزهراء سلام الله عليها، سائلين المولى أن تكون لك غدا إن شاء الله شفيعة يوم القيامة. يقول هاي الملائكة تنزل إلى هذا المكان، ولما ينتهي هالحفل تصعد الملائكة إلى السماء، تتلقاها ملائكة أخرى: أين كنتم؟ وما هذه الرائحة الطيبة؟ قالوا: كنا في مجلس يذكر فيه محمد وآل محمد. وإذا بهذه الملائكة بالسماء تنزل تتبرك بهذا المكان الفارغ من الموالين ومن المحبين. فأعرف مكانك، وهاي قعدتك، وهذا حضورك، وهذه مشاركتك. أنا أرد أقرأ لك ردة، والردة خفيفة: فاطمة يا فاطمة، بس من عندك، بس أريد هذا الاسم إن شاء الله لما تنطقه بصوت أعلى حتى نسمع السيدة المعصومة وإحنا بجوارها. فاطمة يا فاطمة، فاطمة يا فاطمة. اللهم اشهد والله أنتم موالين ومحبين للزهراء. اي الآن سريتوني حقيقة. صوتكم هواي مرتحل. فاطمة يا فاطمة،
فاطمة يا فاطمة هالليلة الزهرة من اجت فاطمة هالليلة الزهرة من اجت بالخير على الأمة لفت فاطمة والشيعة بالجنة بشرت والشيعة بالجنة بشرت باكر بالجنة نلاقيها باكر بالجنة باكر بالجنة باكر بالجنة نلاقيها باكر بالجنة باكر بالجنة نلقاها ويفارس مضار فاطمة نلقاها ويفارس مضار أم الحسن أم الطهر والنور عالشيعة انتشار يا رب نقبل رجليها يا رب نقبل يا رب نقبل رجليها يا رب نقبل يا رب نقبل يا رب نقبل تنجينا من نار العذاب فاطمة تنجينا من نار العذاب يوم المنادي بالحساب يوم المنادي بالحساب حب فاطمة هو الثواب يا رب كون نواليها يا رب كون يا رب كون نواليها يا رب كون يا رب كون يا رب كون يا أم أبيها المصطفى فاطمة وما تعبت يا أم أبيها المصطفى منبع حنان وعاطفة عالي ونورك ماطفة نورك يا الزهرة مضوينة نورك يا الزهرة نورك يا الزهرة مضوينة نورك يا الزهرة نورك يا الزهرة نورك يا الزهرة وام الحسن صك الامان وام الحسن صك الامان وبحبها يدخلنا الجنان وبحبها يدخلنا الجنان ويعمل علينا بالجنان وبحب الزهرة ينجينا وبحب الزهرة وبحب الزهرة ينجينا وبحب الزهرة وبحب الزهرة احنا ظاهرا ما ادري صاحبنا اجى ما اجى والله ما اجى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى مقام آل النبي محد مقام آل النبي محد
وصلوا عليهم فاز من سلم، وصلى مهما صام باغضهم عدو الله، مهما صام باغضهم، وصلى صلاة ما لعد ربي البرية صلوات. الحب ترش الريحان يا سحر الكون. هو سموه على ما يخاف. المولود يا أجمل أنغام العود، لم أدري قبلك زهراء أن الحب بغير حدود، يا سحر الكون المولود يا أجمل أنغام العود، لم أدري قبلك زهراء أن الحب بغير حدود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا واجي حتى هذا صاحبنا يجي شوية تأخر ونعتذر منكم، بس شوية أنا بعد مرة أقرأ وإن شاء الله بخدمتكم مع باقي الرواديد إن شاء الله. عبقت بطيب الجنة الزهراء فتعطرت بشذائها الأرجاء، عبقت بطيب الجنة الزهراء فتعطرت بشذائها الأرجاء، جاءت إلى الدنيا حبيبة أحمد صديقة تهفو لها الآلاء. تستاهل صلوات عالية. صلوا على ذو
ذخر النبي مودة إن الصلاة على البتول دعاء صلوات رب العالمين تظلها في جنة العليا حيث تشاء. صلوات. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبا الأخ العزيز طلب هاي وصل له، أعيد لك إياه حتى نستقبل مادح أهل البيت عبد العظيم الله يحفظه. وصلى مقام آل النبي محد، وصلى وعليهم فاز من سلم، وصلي مهما صام بغضوم، وصلى صلاة ما لعد ربي البرية صلوات. والآن مع بلبل النجف خادم أهل البيت الرادود ومادحهم الأستاذ العزيز أخونا الملا عبد العظيم، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. مولاتي في يوم ولدت قد ولد القرآن. ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامنا وأيامكم. حيا الله يا ملا قاسم بولادة سيدة نساء العالمين. مو تعبانين يعني الوجوه اشوفها شوي بها تعب. لا مو تعبانين، لا ان شاء الله هسه تبين بالجواب. ها بالجواب اي ما ادري هسه نشوف. اي نشوف. لا السلام خو حلو لطيف، اكو جواب حلو. هسه نريد نسمع منكم صلوات، نشوف صلوات فاطمية بأعلى الأصوات. شلون اكو شيعي ما يفرح بيوم جاية الزهراء؟ لا عمي فرحانين وهنيئا لكم أنتم الذين إن شاء الله تلتقطكم الزهراء في يوم المحشر وتدخلكم، وإن شاء الله احنا يجوز دور ثاني يعني من الطبون. الرواية تقول يوقفون على باب الجنة يقولون لا ندخل إلى الجنة حتى يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم. احنا نشلب ذيالكم وتدخلونا للجنة إن شاء الله بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أسماؤه الحسنى بطه بادية، واليوم جاء بها جماد الثانية. لو أحمد ما حاز إلا أنه يدعى أبا الزهراء فهذه كافية. بس لو يسمون رسول الله أبا الزهراء كافية. لو أحمد ما حاز إلا أنه يدعى أبا الزهراء فهذه كافية. هي فاطم أولى بكل صفاتها، لا ما لفاطمة بنت أحمد ثانية. إن قلت مريم فهي سيدة لها، وكذاك كالثم في النساء وآسيا. بل في الورى فوق الرجال تسودت، لتكون آمرة عليهم ناهية. فيها الأتى وتباهل ومودة، أدلت خيوطا من سنا زاهية. من هذه
السيدة صديقة منصورة معصومة طهر مباركة بتول زاكية. إن قلت فاطمة يعانقني الشذا بصلاة مسك للجنائن عالية. ملكها عدنا ارواح حب فاطم، ملكها وصارت ملك لنا، ملكها عرش قلوبنا أصبح ملكها، حب الملكة أرواح البرية صلوات. بين الكواكب خلاق، بين الكواكب خلاق رب العرش زهرة، وتفوح هذا المساء براض النبي زهرة. خل الزمن يلتهب ضدنا ويذب زهرة، بهالفرحة قلبي صبح شطاير طار وعلي علي، وما يهمني ذنبي لو ان ميزانه يثقال، علي بالحشر باشر سند يوقف شفيعي علي. وياه ام الحسن فخر النساء الزهرة صلوات. أخوانكم المشاة على الأقدام من العراق القادمين إلى الإمام الرضا إن شاء الله، أي وياهم بيد الحق والميزان، أي وياهم حق والميزان بيد، أي وياهم هلا هلا هلا. والميزان بيده الحق والميزان. حي الله الزوار، 100 هلا بكم، اهلا وسهلا. بعد هو هوساتهم، اهلا حياكم الله، 100 هلا بكم. سلام الله خير. حطينا اي بعد ريزولوشن هذه قاعدين اي تعالي قدام تعال احمد. حي الله نورتوا 100. اي ابويا هذول اخوتنا
سوق الشيوخ والنعم للبدوي حاج الديوان. اي 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 هلا 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 ما شاء الله. حيم 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 هاك لزودك من عم صادك لزودك من عم صادك لزودك كل زودك كل زودك عبد العظيم هوس من عم صادك لزودك. ها على الزهرة ترى رب العرش صلى بسببها انخلق حيدر ورسول الله. عليك الزهرة صيح بقوتك يلا يا رب العين كل من عاداه رب العين كل من عاداه رب العين كل من عاداه رب العين. هوسات هوسات بدون صفقة. كل من عاداه رب العين كل من عاداه رب العين كل من عاداه رب العين كل من عاداه. حياك رب العين كل من عاداه رب العين. العترة الهادي محمد بالولاء انا انتمي واتبعت آية القربة بهذا حب الهاشمي ومطمئن بالحشر أبقى لأن ديني فاطمي. نجيني هاي نجيني هاي نجيني بالمحشر حبها نجيني بالمحشر نجيني بالمحشر حبها نجيني بالمحشر حبها نجيني بالمحشر حبها نجيني بالمحشر. فدوا اروح لك شباب بمكانكم بمكانكم. أحسن سيد رضا ماجور. استريحوا شباب استريحوا الله يوفقكم ماجورين. احنا بالدخولية ما توفقنا نجيكم ان شاء الله بالمداح ان شاء الله نكون بخدمتكم. وانا حج باسم تمام والنعم. حي الله زوار الامام الرضا المشاية نقبل اقدامكم اهلا وسهلا بكم حياكم الله. احنا شنبيت ان شاء الله والخدام ان شاء الله يكملون المشوار. قدرها حسن العاقبة ترجى قدرها دوم بحب ما أعضى قدرها بالفضل ليالات قدرها أو بيها انطوى سر ربي البرية صلوات. يا علي مدد واكو بوذية هذا لسان حالنا كليتنا. من عبيدك قبول أعمال بيدك من عبيدك وقبلين يا زهرة من عبيدك إذا
بالحشر صاحوا من عبيدك من عبيدك أصيح نحيل أنا عبديل زكية صلوات. أنوارك زهرائية حوراء بدون صفقة فدوة، هنا الصفقة ممنوع باقي الحسينية طبعا. احنا نكيف الصفقة بس ممنوع بعد نتبع قوانين الحسينية. أنوار الزهراء لا حاجة على رضاني أقبل. أنوار الزهرائية حوراء انت وانسية، أنوار الزهرائية حوراء انت اي إلك. أنوار الزهرائية ما سمعك. أنوار الزهرائية حوراء انت وانسية، أنوار الزهرائية وجهك للهادي مراية زهرة زهرة، اسمك لأهل الحباية زهرة زهرة. هلا وجهك للهادي مراية واسمك لأهل الحباية. هلا أنوارك زهرائية حوراء انت وانسية، أنوارك زهرائية يمكم أحسن ها. هلا أنوارك زهرائية حوراء من يوم وجهك ضوى يا أم الكواكب. هلا أم الكواكب رتلنا اسمك بسملة بسفر العواقب بسفر العواقب. وكل حب إلى فد مرتبة وتقديس واجب، وبس حبك يقول السما من أعلى المراتب من أعلى المراتب. هل حبي من وصانا نص عليه بقرآنه، هل حبي من وصانا نص عليه بقرآنه. سر انت ببحر القدرة زهرة زهرة، سر انت ببحر القدرة وللهادي أهدى درة. هلا أنوارك زهرائية حوراء انت وانسية، أنوارك قبل آدم وحواء ضوى انت انخلقتي انت انخلق من كان على الماي العرش موجودة انت. ومثل الشمس عالدنيا يا زهرة سطعتي زهرة. هلا وللأرض كان قال السما نزلت رحمتي نزلت. هلا رحمنت والله انزلها تشملها الوادم كلها، رحمنت والله انزلها تشملها الوادم كلها. بس خلى اسمك وحروفه زهرة زهرة يشبه حامي من شوفه. هلا يشبه حامي من شوفه. هلا أنوارك زهرائية حوراء انت وانسية، أنوارك منا ساكتين حوراء انت ترى عيني عليكم. أنوارك زهرائية غصن النبوة فتاح وانت زهرته انت. هو بهذا عطر الفاطمي فاحت واردته. هلا وحب اشتغل بينا من أول نفحته أول نفح. وكان للأرض بار السما أنزلها جنته أنزله. عطرك بي من صبحنا زهرائيين أصبحنا، عطرك بي من صبحنا زهرائيين أصبحنا. وجهك للهادي مراية زهرة زهرة، اسمك لأهل الحباية.
هلا هلا وجهك للهادي مراية، أو اسمك لأهل الحب آية. هلا هلا أنوارك زهرائية، حوراء أنت وإنسية. أنوار الزهرائية. هلا بالدمعة عهدنا الفاطمة توقيعه، لأم الحسن هاليوم يوم البيعة، لأم الحسن هاليوم يوم البيع. شو تجاوبني يا زهراء يا زهراء؟ اي بس هاي المنا هذول هم وياكم الجماعة، شو ماكو صافنين. هلا يا زهراء يا زهراء منا. طبعا الجماعة اللي قاعدين على القنفات ماكو ابائي، طبعا تاج راسي. بعد قالوا خلص الجماعة جوا، احنا ما نجاوب ترى، ما نعوفكم ترى. اي بالله ارفعوا ايديكم خل نشوفكم بويا منا منتشين. يا زهراء يا زهراء بالدمعة عهدنا الفاطمة توقيعه، لأم الحسن هاليوم يوم البيعة. بالدمعة عهدنا الفاطمة توقيعه، لأم الحسن هاليوم يوم البيعة. يا زهراء يا زهراء ترتلت آيتنا واعتلت صرختنا بالبشرى، كل فرحنا الأمنا بالوفد قدمنا للزهرة نثبت ببيعتها فاطمة ولايتها سر سرة ما نسامح باغي من عدوها الطاغي نتبرى. هلا هذا أمر من السماء نطيعه، ايدك لأم الحسن هاليوم يوم البيعة. هلا يا زهراء هلا يا زهراء عدنا أعظم آية للبتول ولاية بذمتنا، فقط حب مو كافي إلها كون نوافي بكلمتنا نرفض الآذاها نلعن العاداها بدعوتنا صوت ودنا نعيده رفضته ما نريده بصيحتنا هالصوت إلها وللممات نذيعه. لأم الحسن هاليوم يوم البيعة. هلا لأم الحسن هاليوم يوم بيعة. يا زهراء بعد يا زهراء بالتبر ودها فاطمة نعاهدها نفداها، حب شرط وبفرضه باري عنا يرضى برضاها بيها حقنا نفخر كلنا يوم المحشر بحماها، بلا يشك وظن شاهدة بالجنة الوالاها. هلا أفضل عمل عدنا اللعن تربيعه، أفضل عمل عدنا اللعن تربيعه. لأم الحسن هاليوم يوم البيعة. هلا لأم الحسن هاليوم يوم بيعة. يا زهراء تعبتوا يا زهراء يا زهراء زهرة ما ننساها وبأمر من طه نواليها ترضى عنا الغاية بيعة بالدم هاي نهديها يل تطهر نفسك تنجى من تتمسك بيديها. فاطمة نواكبها ننتظر غايبها مهدي وبراية المهدي يقود الشيعة،
وبراية المهدي يقود الشيعة لأم الحسن هاليوم يوم هلا 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 لأم الحسن هاليوم يوم بيعة يا زهراء بعد يا زهراء منبع لها علي 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 كل خصلة طيبة منبع لها العقيدة برخص دمه منبع لها الزهرة غير حيدر منبع لها يلوق لها وإلى تلوقي الزكية صلوات ذكروا علين والعن ذكروا علين هسه نروح لأمير المؤمنين شوية ارفع ايدك ارفع ايدك انخا وجرب نخوته علي علي انخا وجرب نخوته غيرة الباري غيرته غيرة الباري غيرته القاع بيد حيلها يردم زلمها بخيلها وموت الأحمر سطرته علي انخا وجرب نخوته انخا وجرب نخوته وجبريل يحكي بيومه بالطقيع عرف علومه وبالطقيع عرف علومه والباب لما انشاله علي والباب لما انشاله رب العرش حياله هلا رب العرش حياله لأن مثل قدرته عليه انخا وجرب نخوته غيرة الباري غيرته غيرة الباري غيرته يندار بجفوف الفلك يندار بجفوف الفلك وبالمبارز ماهله وبالمبارز ماهله جبريل يحكي بيومه عليه جبريل يحكي بيومه بالطقيع عرف علومه بالطقيع عرف علومه وموت الأحمر سطرته عليه انخا وجرب نخوته وعلي ريال الحرب وعلي ليال الحرب هلا وعلي ريال الحرب وعلي جيدهم الحرب وعلي للحومة يطوب علي يقلبها قلب علي وعلي يقلبها قلب وعلي يقلبها قلب حجي 5 دقائق خلي يقومون 5 دقائق قوموا 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 على حساب من يلا فرح انخا وجرب نخوته انخا وجرب نخوته علي ويلقاع بيد حيلها فرح ويلقاع بيد حيلها ابتر كانه تبتر دور ضريحه من المؤمن انخا وجرب نخوته ويلقاع بيد حيلها يردم زلمها بخيلها ليه حجي 5 دقائق بس 5 دقائق قعد هو صعد لله وكلمه علي جبريل يحكي بيومه جبريل يحكي بيومه بالطقيع عرف علومه والباب لما انشاله رب العرش حياله لأن مثل قدرته انخا وجرب نخوته غيرة الباري غيرته ابشرك عالصراط هناك مالك نار هيلزمك هناك العرف ما ياكل ولو جبريل ابن عمك عمي بصك الولاية يفيد وبس هو الذي يسلمك ها اخوتي ها عمي ها يودينا حيدر للجنة حيدر للجنة
للجنة يا حيدر للجنة حيدر للجنة. ها الصوت من أمه مبين صوت من أمه مبين كل من ما والها صوت من أمه مبين. ها خشبة أمه علي ما يحتاج يتوصف علي بكبد السما معلق. علي باقر 5 دقائق هذول خطار مشاية خطاركم. علي ما يحتاج يتوصف علي بكبد السما معلق. علي ما يلبس جديد ينطي للفقير ويلبس مشقق. علي عامل علي كاسب علي فلاح. اسمع علي عامل علي كاسب علي فلاح. علي كفه من العمل طقق. علي منهج عداله وطيب للانسان. علي فسر التوراة والانجيل والقرآن. علي من طبر مرحب اوزن بميزان. فرق كلها الطوف عليه الحي والميت. طوف كلها الطوف عليه احسنتم كلها الطوف عليه احسنتم كلها الطوف عليه كلها الطوف عليه. اسعد الله ايامكم. كلها الطوف عليه البيت يطوف بحيدر. تفضلوا استريحوا اخواني بارك حتى الله. بس وحده بس كلها الطوف عليه البيت يطوف بحيدر. كلها بيت يطوف بحيدر كلها الطوف عليه. جزاكم الله خير الجزاء جزاكم الله خير الجزاء. استريحوا اخواني استريحوا اخواني. بعد حفلتنا موجودة مجلسنا موجود. بارك الله بكم. اهلا وسهلا بكم اخوتي واحبتي عشاق فاطمة الزهراء. عيني اللي ما اهلا وسهلا بكم احبتي في هذا المكان وفي هذا الاحتفال المبارك. ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء. سائلين المولى أن تكون لنا شفيعة غدا يوم القيامة. وهنيئا لكم وكل من حضر هذا الحفل المبارك. وشكرا جزيلا لمادح أهل البيت الرادود الموفق الملا عبد العظيم على هذه المدائح. ولادة وسرة المختار. ولادة وسرة المختار. وفاز الليل أهل البيت. وعانا اللي يحبهم صار. تشفع له الزهرة الزكية صلوات. هواليك الليل على المحب نسم. الليل على المحب نسم. هواليك وقلبي ما هو الغيرك. كل ما يملك الشيعي. والله كل ما يملك الشيعي هو إليك. شفيعتنا يا بيت سيدي البرية صلوات.
والأوراد علوم الزهرة منهجنا، علوم الزهرة منهجنا، والأوراد وباكر باكر يحلى تسبيحي، والأوراد حضرنا حفلة المولد والأوراد نقدمها الرسول الله يا هدية صلوات. الصراط بالحشر يا ناس، الصراط بالحشر يا ناس رفيع ويشبه الشعرة. قول ايه حتى ان شاء الله نهيج. الله ان شاء الله يفرح قلبك. الصراط بالحشر يا ناس رفيع ويشبه الشعرة، والتزلق قدامه يروح ومو ياهو يجي العبرة، واحد يضيع هناك بس اللي يخدم العافية، واحد يضيع هناك بس اللي يخدم اخوتها، والزهرة تلزم كفينا، والزهرة تلزم كفينا، والزهرة الجنة ان شاء الله إلك وإنا نجنة، الجنة تنفتح أبواب ذيك الساعة محلاها، وكلها الصيح يا روحي العبد حتى ما ينساها، بس الزهرة ما تدخل. ليش؟ بس الزهرة ما تدخل إلا الشيعوي، والله بس الزهرة ما تدخل إلا الشيعة وياها. اي والجنة بحبها مضمونة، والجنة بحبها مضمونة، والجنة بحبها مضمونة، والجنة بحبها. للزهرة هاي الطاهرة الخصاها باريها، للزهرة هاي الطاهرة الخصاها باريها، حج على الحجج ربك مخليها، يغضب على غضبها أو يرضى مرضيها. ها خوتها ها عمها هنياله، كل من والاها هنياله، كل من والاها هنياله، كل من والاها هنياله. وكل من يجاوب ويرفع صوته هم هنياله. نور نور النور فاطم بالذكر هي، نور النور فاطم بالذكر هي، العفيفة الطاهرة الراضية المرضية. نور النور فاطم بالذكر هي، العفيفة الطاهرة الراضية المرضية. حوراء الكواكب وإن إنسيها عمها ها ابوياها، هي تزهر والكون يشع بيها، تزهر والكون شعبيها، تزهر والكون.
مقطع من هاي القصيدة. عالكوثر وعالكوثر وعالكوثر وي فاطمة نتلاقى يوم المحشر. عالكوثر وعالكوثر وعالكوثر وي فاطمة نتلاقى. صفق لا تصفق بس اريدك تجاوبني. ايه عالكوثر وعالكوثر عالكوثر وعالكوثر وعالكوثر وي فاطمة نتلاقى يوم المحشر. إلك عالكوثر عالكوثر وعالكوثر وعالكوثر عالكوثر وعالكوثر وعالكوثر وي فاطمة نتلاقى يوم المحشر. عالكوثر فاطمة نتلاقى يوم. اهجر احزانك يا قلب وانساها. اهجر احزانك يا قلب وانساها. ليلة فرح تحلى لك وانساها. خير البرية من الزلم وانساها. خير البرية من الزلم وانساها. انولدت ودلال البشير تبشى. عالكوثر وعالكوثر عالكوثر وعالكوثر اي فاطمة نتلاقى يوم المحشر. إلهي بحق فاطمة الزهراء يا الله تقبل منا واحفظ هذا الجمع المبارك يا الله. والآن مع الكلمة الصادقة مع آية الله السيد رياض الحكيم نستقبله مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. مولاتي وملائكة الحب ترش الريحان. يا سحر الكون المولود يا أجمل أنغام العود. لم أدري قبلك زهراء أن الحب بغير حدود. يا سحر الكون المولود يا أجمل أنغام العود. لم أدري قبل. الله يعزك الله يحفظكم. حياكم الله بارك الله فيك. أحسنت بارك الله فيك. أحسنت. ما شاء الله المجلس مزين بالشباب، شباب الولاء، شباب المحبة لأهل البيت، شباب الانتماء لهذا البيت الطاهر آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم. مناسبة مباركة، ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. مولد الزهراء، مولد الزهراء للإيمان عيد، كل شيعي بذكراه سعيد. ذكريات الفجر في مطلعه تتجلى ولنا فيها عهود. مولد الزهراء في موكبه يتهادى وبه الماضي يعود. مولد الزهراء هذا فابسمي
أيها الشيعة فالموسم عيد. شبابنا وأعزائنا، ودعي عنك الأسى. اليوم كثير من إخواننا شيعة أهل البيت يعانون من المحن والتشريد والمعاناة والتهجير. الشاعر السيد محمد جمال الهاشمي رحمة الله عليه يقول: ودعي عنك الأسى واحتفلي فيه فالعيد به الحزن يبيد، واترك الأمر إلى رب السماء فهو بالوضع خبير وشهيد. إن شاء الله ببركة أهل البيت وبركة الزهراء سلام الله عليها يفرج الله عن إخواننا وأخواتنا من شيعة أهل البيت ومن المسلمين جميعا. شيعة أهل البيت الله سبحانه وتعالى أكرمهم بالانتماء لقادة يمثلون صفوة البشرية. اليوم كثير من الفئات تنتسب لقادة تشوبهم كثير من الإشكاليات، وأحيانا يحتارون كيف يدافعون عن قادتهم، بينما نحن والحمد لله قادتنا مفخرة وصفوة ونعتز بالانتماء إليهم. خلي بعض الناس يعيرون، بعض الناس يكفرون، بعض الناس يعيبون علينا انتماءنا لأهل البيت، ولكننا نعتز بهذا الانتماء ونفخر به. وهذا التعيير والتكفير مو جديد. أذكر لكم أبيات من شاعر الولاء الكميت ابن زيد الأسدي قبل أكثر من 1200 عام، عند أبيات نفس ما يجري الآن من تكفير وتوهين لشيعة أهل البيت كانوا يعانونه أيضا. الكميت شو يقول؟ يقول: وطائفة قد كفرتني بحبكم. هذا التكفير اليوم مو جديد، قلنا قبل أكثر من 1000 عام. وطائفة قد كفرتني بحبكم، وطائفة قالوا مسيء ومذنب، فما ساءني تكفير هاتيك ولا عيب هاتيك التي هي أعيب. يعيبونني من خبهم وضلالهم. يقول هم على ضلال، هم يكونوا يعيبون نفسهم، مو يعيبوني أنا اللي أنتمي لأهل البيت. على حبكم بل يسخرون وأعجبوا، وقالوا ترابي هواه، يعني ينسبوننا للإمام علي، يعيرون أبو موسى من الإمام علي أبا تراب. وقالوا ترابي هواه ورأيه بذلك أدعى فيهم وألقب، فلا زلت منهم حين يتهمونني ولا زلت في أشياعكم أتقلب. بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم، حب أهل البيت، عارا علي وتحسب. فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. صلوات على محمد وآل محمد. في مثل هذه المناسبات الشريفة نحن نحيي ذكريات أئمتنا وسادتنا، وهذه المناسبة ذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لسببين. السبب الأول أن هؤلاء ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم أهل بيت النبي، هم أحباء النبي. الحديث الوارد الذي يرويه المسلمون جميعا يقولون: جاء شخص إلى النبي فسأله: أي أهلك أحب إليك؟
يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أي أهلك أحب إليك؟ فقال: فاطمة بنت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإحنا عندما نحيي هذه الذكرى هو تقدير لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المرء يحفظ في ولده. الإنسان إذا تريد تكرمه بعد ما يغادر الحياة تكرم عائلته، تكرم أبنائه. لذلك دائما في كل مناسبة أذكر الأخوة الأعزاء بعرفان وتقدير تضحيات شهدائنا، وذلك بتكريم عوائلهم وإشعارهم بالامتنان والاعتزاز بهم. ذريات الأنبياء والرسل والأولياء صنفان. الصنف الأول الذرية التي لم تحفظ الأمانة. شوف كثير من الناس آبائهم أجدادهم كانوا مفخرة، ولكن النسل الآخر بعض المنتسبين لهم هؤلاء انقلبوا على أدبارهم وما حفظوا تلك المسيرة وما حفظوا تلك الأمانة التي حفظها آباؤهم وأجدادهم. القرآن الكريم يتحدث عن هؤلاء. انتبهوا شو يقول القرآن بعد ما يتحدث عن مجموعة من الأنبياء والرسل، يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذول من ذرية الأنبياء والرسل، من ذرية أولياء، ولكن ما حفظوا الأمانة. يوم القيامة من تجتمع العائلة تشوف فلان ما موجود، فلان ما موجود، يسألون عنه وين؟ يقولون هذا ما حفظ الأمانة، هذا انحرف، هذا ضل، هذا ضاع. بعد يوم القيامة ما في لقاء، أهل الجنة وأهل النار لا لقاء بينهم. لذلك كل واحد من عندنا يستحضر أسرته وآبائه وأجداده، ويستحضر ذلك اللقاء الذي يفترض أن يكون يوم القيامة تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، فيسعى أن لا يكون مكانه فارغا بين أسرته. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الذرية اللي حفظت أمانة آبائهم وأجدادهم، ساروا على نفس النهج وأكملوا هذه المسيرة وما انحرفوا. هؤلاء أيضا القرآن الكريم يشير إليهم فيقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ما انحرفوا، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إذن نحن أمام خيارين: لو نحافظ على نفس النهج الذي سار عليه أئمة أهل البيت وآباؤنا وأجدادنا فنحشر معهم يوم القيامة، وإما أن لا سمح الله ننحرف فيكون مكاننا بينهم فارغا. إذن لما نحيي ذكريات أهل البيت إحنا في الواقع نكرم نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أئمة أهل البيت والزهراء والسيدة زينب وأمثالهم هؤلاء هم أهل النبي وأسرته. السبب الثاني لإحياء هذه الذكريات أن الأمة تحتاج إلى قدوة. أنت لما تشوف في الصف الآن، الصف البسيط به 20 طالب، إذا أكو طالب أو طالبان درجاتهم عالية، أخلاقهم عالية،
منضبطين يكونون قدوة لأصدقائهم وزملائهم. أما الصف ما بي قدوة فينفرط. فالإنسان والمجتمع دائما يحتاج إلى قدوة. ونحن عندما نحيي ذكريات أهل البيت مو فقط نحيي ذكرياتهم لأنهم ينتسبون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لأنهم بأنفسهم جسدوا تلك القيم والتعاليم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يكرم الزهراء ويكرم بيت الإمام علي عليه السلام ما كان يكرمهم لمجرد انتسابهم إليه، بل باعتبارهم القدوة للأمة. والحديث الوارد في مصادر المسلمين أيضا عن أبي الحمراء قال: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 8 أو 10 أشهر إذا خرج إلى الصلاة أو إلى الغداء مر بباب فاطمة فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمكم الله. اليوم نسائنا وبناتنا وحتى جميعا أحوج ما نكون إلى الاقتداء بسيرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. احنا نقرأ أن الفقراء والأيتام وغيرهم كانوا يمرون على بيت الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه وهم يؤثرون هؤلاء على أنفسهم، ونزلت الآية الكريمة المعروفة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. إذن هذه سيرة أهل البيت. لما نحيي ذكرياتهم شوية نمر على سيرتهم حتى يكونون قدوة لنا. والتاريخ مليء بشيعة أهل البيت وأصحاب أهل البيت الذين استفادوا من سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أذكر لكم قصة معبرة ومؤثرة. أحد أصحاب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه اسمه محمد ابن أبي عمير. شوفوا كيف الإنسان يقتدي بأئمته ويقتدي بسادته. هذا الرجل له عدة امتيازات. من ناحية هو عالم يروي أكثر من 5000 رواية عن أهل البيت، هذا واحد. من ناحية ثانية هو مجاهد تعرض للتعذيب الشديد في سبيل أن يذكر أسماء شيعة أهل البيت وأصحاب أصحاب الأئمة أمام السلطة، ولكنه صمد وتحمل التعذيب وما نطق بأسمائهم. فهو عالم محدث ومجاهد، هذا اثنين. وبعد سيرته أيضا سيرة عطرة. أذكر لكم هذه القصة. هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق رحمه الله. الشيخ الصدوق وين مدفون؟ في الري. عن إبراهيم ابن هاشم بسند صحيح. إبراهيم ابن هاشم من الشخصيات البارزة، كان في قم، أصلهم دولة من الكوفة وجاءوا إلى قم. يقول بأنه ابن أبي عمير كان بزازا، انكسر
مر بظروف اقتصادية صعبة جدا، وعرف بين الأصحاب بأن ابن أبي عمير محمد بن أبي عمير واجه مشكلة اقتصادية وفقد كل أمواله. في شخص مديون لمحمد بن أبي عمير 10,000 درهم، ذا كان فقير ما عنده شيء، عنده بيت سكن، باع بيته وجاء بالمبلغ 10,000 درهم إلى محمد بن أبي عمير. طرق الباب قال له هاي 10,000 درهم تطلبني وهاي خذ طلبك. محمد بن أبي عمير يعرف أن هذا الرجل ما عنده إمكانية، قال له من لك الفلوس؟ اكو واحد أعطاك إياها؟ قال له لا. قال له عندك بستان وبعته وجبت ثمنه؟ قال له لا ما عندي. قال له زين ربحت فد ربح معين صفقة تجارية وحصلت هذا المبلغ؟ قال له لا. قال له إذن منين لك هذا المبلغ 10,000 درهم منين حصلتها؟ قال عندي بيت سكن، من سمعت أنت واجهت مشكلة اقتصادية وأنت تطلبني فبعت بيتي وهذا ثمن البيت. التفت لمحمد بن أبي عمير، شوف ذولا اللي يقتدون بأهل البيت، من يقرون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطبق. قال له فلان درهم من هذا المبلغ ما يدخل إلى جيبي، ارجع اسكن في بيتك، رجع بيتك، أنا اليوم محتاج إلى درهم واحد، ما عندي درهم واحد. ولكن الحديث الوارد عن أهل البيت أن المدين لا يبيع بيته، أنا ما أجي أبهدل عائلتك لأنك مطلوب. فرد عليه المبلغ وبقي يعاني الضنك والفقر. شوف ذولا تربوا مدرسة أهل البيت. هم المديون شعر بالمسؤولية، يقول لك هذا يطلبني 10,000 درهم ومحتار، وهم الدائن شعر بالمسؤولية. إذ نحن هذه المسألة محل ابتلاء الآن كثير، أشخاص يستدينون من بعض الناس، يدخلون بصفقات تجارية. زين كيف نتعامل؟ هذا نموذج من التعامل بين شيعة أهل البيت. في مثل هذه المناسبات، في مثل هذه الذكريات، في الوقت الذي نذكر فضائل أهل البيت ونذكر ظلامتهم ونذكر سيرتهم، نحاول أن نقتدي بهم حتى يوم القيامة نحشر معهم. في شخص قال لزوجته، قال روحي سئل الزهراء قولي لها زوجي من شيعتكم، تحسبوه من الشيعة لو لا؟ هاي المرأة هم جدت للزهراء، سألت الزهراء قلت لها زوجي يقول هل أنا من شيعتكم؟ فأجابتها الزهراء قالت من ائتمر بأمرنا وانزجر بزجرنا فهو من شيعتنا. يوم القيامة كنا نصير مفخرة لأهل البيت، نصير مفخرة لنبينا. هسه مو نطبق مثل ما هم يطبقون، كما ورد في الحديث عن الإمام علي سلام الله عليه: أما إنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. شبابنا وأعزائنا اليوم في قوة مشبوهة، في إعلام مضلل، يحاولون أن يقدموا لكم قدوات مزيفة. يقول هذا الممثل هكذا يتعامل مع الناس، هذا الممثل هكذا يفعل، هذا الشاب الفلاني هكذا يفعل. احنا نحترم الجميع، ولكن مو كل شخص يصلح قدوة، مو شخص حياته مبعثرة لأنه عنده موهبة في مجال معين يصلح قدوة للناس حتى يقتدوا به. احنا عندنا القدوات، نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
الله سبحانه وتعالى مدحه في كتابه، ماذا قال؟ وإنك لعلى خلق عظيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا أولى بالقدوة، لو فلان وفلتان أولى بأن يكون قدوة لنا. فشبابنا اليوم مجتمعنا يحتاجكم، بلدكم يحتاجكم. شوفوا الصراع الآن الدائر، منو وقف إلى جانب شيعة أهل البيت في معاناتهم اللي يعيشوها اليوم؟ بل بعضهم نكلوا بهم وشمتوا بهم، مع أنهم ضحوا لغيرهم. هم ما ضحوا لقضية شيعية، ضحوا لأجل غيرهم، ولكن مجرد أن صار موقف معين تعقد الوضع، شفنا الشماتات من هنا وهناك. فمجتمعنا وبلادكم وأهلكم محتاجيكم. ماذا نحتاج؟ نحتاج منكم أولاً الجدية في عملكم ودراستكم حتى تكونوا مفخرة للبلد وتساهموا في بناء البلد. والأمر الثاني الاستقامة في السلوك، مو تتأثرون بفلان وفلتان وبهذا الإعلام المضلل اللي يشوه كل شيء. اليوم وصلنا إلى مرحلة مو فقط نخاف على دين الشاب، بل نخاف على فطرته أيضا، لأنه حتى الفطرة الإنسانية صارت مستهدفة، ويتفاخرون لأنهم شوهوا الفطرة الإنسانية. إحنا الحمد لله ولائنا لأهل البيت مفخرة لنا ومدعاة لأن نقتدي بهؤلاء وهم خير القدوة. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وعن المسلمين جميعا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر، وأن يحفظ شبابنا وأهلنا في كل مكان، وأن يدفع البلاء عنا وعنهم، ويبارك في جهود الأخوة القائمين على هذه الحسينية وعلى سائر الحسينيات والأماكن المشرفة التي تحيي ذكريات أهل البيت، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم ولدتي قد ولد مولاتي وملائكة شكرا جزيلا لسماحة آية الله السيد رياض الحكيم على هذه الكلمة الصادقة الطيبة، سائلين المولى القدير أن يحفظه وأن يحفظكم جميعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. نطفة حولت تفاحة الرحمن، نطفة حولت تفاحة الرحمن، نبل أم إهداها الخالق الأكبر. ومن عاشر خديجة تحولت زهراء، بعدها بالرحم وتحاكي أمها بصوت وتسليها وترد وحشتها من تكثر. وحشاك سيدي ينالون منك ليش؟ شالوا لك بغض، قالوا لك الأبتر،
وجاك من السماء وبشرك جبرائيل، وإجاك من السماء وبشرك جبرائيل، قال لك قوم صل لربك وانحر. مو بس النبوة أعطاك، مو بس النبوة أعطاك من يحميك، وكرم ربك عظيم اهدالك الكوثر، وهبة الله اجت وتولدت زهراء، وهبة الله اجت وتولدت زهراء، وبقلوب الحقد نيران تتوجر. أول ما طلع نورك حضنت الدين، أول ما طلع نورك حضنت الدين، ونطق كل الشهادة لسانك وكبر. انولد نور الإله، انولد نور الإله، وإجا نحور العين ببريق الجنان وصبا الكوثر، ببريق الجنان وصبا الكوثر. والآن مع الفقرة الأخيرة. والآن مع الفقرة الأخيرة لحفلنا هذا، مادح أهل البيت قاسم خورشيدي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. وين قاسم يا بدل؟ مولاتي في يوم ولدت قد ولد القرآن، مولاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحفل البهيج ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ما نطيل عليكم بشرط الجواب إن شاء الله. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من ذا يداني في الفخار أباها؟ السر من ألف لياء في صدر فاطم أحصيا، هي من جواب أخفيا، فالله أعلم من هي. مستودع في قلبها سر الزمن، فاحتارت الألباب في معناها. فيروزة بين الدرر سادت برفعتها البشر، أم لوالدها الأغر حتى الإمام المنتظر. يا أم أحمد نادي أو أم الحسن، يا أم أحمد نادي أو أم الحسن، فبكنيتها المجد حل فناها صلوات. أبخل الناس من بخل بالصلاة على محمد وآل محمد. تبارك سبحان الخلق فاطم، بالك يمي ولا؟ تبارك بيها العرش والكرسي، تبارك
المحمد المحمد روحي هالليلة تبارك بمولد فاطمة البضعة يا الزكية صلوات. هيا ماي هيا ماي هيا ماي باسمها يزود ما ينقص. هيا ماي لأنها الروح من تعطش. هيا ماي إذا عنها النبي قايل. هي أمي هيا ماي شقول ويا شعر يفي يا الزكية صلوات. إن شاء الله ما نطيل عليكم نريد جواب فاطمية حيدرية إن شاء الله ببركة الصلاة العالية على محمد وآل محمد. بزغ نور الزكية الأميرة الهاشمية. بزغ نور الزكية الأميرة مية ويا طه ألف مبروك يا طه ألف مبروك يا طه ألف. هلا هذا مو جوابك يا طه ألف مبروك. جبريل لك يا الهادي بالحب الشار. خيموت ذاك القال عنك أبتار. قرآن نازل والله بالحب قرار. إن أعطيناك يا هادي الكوثر. هدية الله بها تسمت أبيها. وهدية الله بها تسمت أبيها. وبيها مسوي يسموك يا طه ألف مبروك يا طه. أعلى الأخير ويا طه ألف مبروك يا طه. رب العرش من فاطمة سماها. رب العرش من فاطمة سماها. ما صارت الأفلاك بدلولاها. ليلة وسطع نور الطهر باسماها. وجه الزكية الهاشمي ضواها. الملك نسمع ضجيجة تهنى أم خديجة. الملك نسمع ضجيجة تهنى أم. وإلك بالحب يهنوك يا طه ألف إلك بالحب يهنوك يا طه مبروك يا طه ألف مبروك يا طه. بالفرحة ثغرك يا النبي قبلها. وآية مودتها الوحي رتلها. كل الوجود بحب صار وإلها. ليلة وباسم فاطمة ما أجملها. ولسان الفرح ردد هلا ببضعة محمد. لسان الفرح ردد هلا ببضعة. وصدى صوت اللي يزوروك يا طه. ويا طه ألف مبروك يا طه. بعد أعلى يا طه. جبريل نازل يا النبي تأييدك. سر الوجود الزهرة هاي بإيدك. يا المصطفى هالليلة ليلة عيدك. تكرمنا باسم أم الحسين نريدك. على ضفاف الولاية نشاهد أعظمايا. وعلى ضفاف الولاية نشاهد أعظمه. ورغم أنف اللي يعادوك يا طه ألف. ورغم أنف اللي يعادوك روك يا طه ألف مبروك يا طه. كلمتنا رغم أنف اللي ضد نكتبها. فاز الذي متمسك بمذهبها. فاطمة الزهرة بحبها آمر ربها.
نتسلح بهذا الولاء وبحبها. وانهم البراءة، تموت أهل السقيفة وتعيش من الشريفة، وتموت أهل السقيفة وتعيش. هلا تموت أهل السقيفة وتعيش من الشريف. بفرح كلهم ينادوك يا طه، بفرح كلهم ينادوك يا طه، ويا طه ألف مبروك يا طه. الله هالليلة ليلة فرحة مولاتي فاطمة، هالليلة ليلة فرحة أعلى، هالليلة ليلة فرحة مولاتي وارواحنا من شرحة. نورك من أشرق صبحة، قلبي تشافى وجرحه يا مولاتي. نورك شافي يا مولاتي، يا مولاتي. هاي البشر فرحانة مولاتي فاطمة، وهاي البشر فرحانة وبالمولد وهيمانة مولا، وكل المهج عطشانة مولا. القبرك يعز إنسانة وقبرك شايمته احنا نطوف، قبرك شايمته، فقبرك شايمته احنا نطوف، قبرك شايمته. منقوشة بين حروفك مولاتي جواب منقوشة بين حروفك مولا، كل الكرم بجفوفك. كعبة انت واحنا نطوفك، كعبة انت واحنا نطوفك، الاخر نفس منعوفك. الله الاخر نفس منعوفك. نقسم بالباري وهادينا نقسم بالباري، هادينا نقسم بالباري. ويم بابك تعنينا مولاتي فاطمة، يم بابك تعنينا وعدنا حوائج جينا مولا. خدامي لك حسبينا مولاتي، وخدامي لك حسبينا. ترفعين الكل خادم راسه، ترفعين براسه، ترفعين الكل خادم راسه. انت الشرف مضمونه مولاتي والدنيا لك مديونه، وبك البشر مفتونه بلا صفق، وبك البشر مفتونه، وبمحبتك مجنونه. حبك على الخير يدلينا، حبك على الخير دلينا، حبك على الخير، نحبك على الخير. الله انت الشرف مضمونه. الجواب ضعيف وراح اطول. انت الشرف مضمونه والدنيا لك مديونه، بيك البشر مفتونه مولا. هلا بيك البشر مفتونه وبمحبتك مجنونه. حبك على الخير يدلينا، حبك على الخير خير يدلينا، حبك على الخير. يم بابك تعنينا، يم بابك تعنينا. اي مأجور. عدنا حوائج جينا، وعدنا حوائج جينا. خدامي لك حسبينا مولاتي، وخدامي لك حسبينا. وحبك على الخير يدلينا، حبك على الخير يدلينا. هلا دلينا، حبك على الخير. الله بيك الوجود تنور مولاتي وبيك الوجود تنور.
ويا جنة انت وكوثر، مالك كفؤ بس حيدر، مالك كفؤ بس حيدر، عالمنا اسمك خضار، يا الكلك حنية وغيره، يا الكلك حنية وغيره. الما يفرح اكيدا يندم ويخسر، الما يفرح اكيدا يندم ويخسر، الليلة الفرح مطلوب للكوثر، اللي يتعذر اتركه وخله يتعذر، والزهرة تريد الوفاية، والزهرة تريد وفاية، والزهرة تريد وفاية، والزهرة تريد هلا وفاية والزهرة تريد. احكي لك يا سامع واسمع الكلمة، احكي لك يا سامع واسمع الكلمة، الليلة لمحمد تمت النعمة، صلوا على محمد وآل محمد، وأملاك السماء تهنيه مزدحمة وتصيح مبارك، يا الهادي وتصيح مبارك، يا الهادي وتصيح مبارك. ميلاد الزكية أخير هوسة وأسألكم الدعاء، بميلاد الزكية الروح فرحانة، الحزن شنه الحزن سدينا بيبانه، فرحة واللي يحبنا يفرح ويانا، ها نواليها، ها نواليها، ها للموت الزهرة نواليها، للموت الزهرة أحسنتم، بارك الله بكم، جزاكم الله خير الجزاء. شكرا جزيلا إلى خادم الحسين الأخ خورشيدي على هذه المدائح الطيبة. إخواني استريحوا جزاكم الله خير. وشكرا لكل الحضور، السادة العلماء، الأخوة الأفاضل من الحسينيات، وخصوصا ضيوفنا الأعزاء من العراق اللي جايين مشاية، فنقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا. ندعو إخواننا، اللهم نقسم عليك بحق محمد وآل محمد أن تحفظ آية الله السيد علي الخامنئي، وأن تحفظ هذه الجمهورية الإسلامية. اللهم احفظ المجاهدين جميعا، أنصار الأخوة في اليمن، وحزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق. اللهم أهلك أمريكا وإسرائيل يا الله. ودعاءنا إلى الإمام صاحب العصر والزمان، كل احنا بصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. الأخ خورشيدي وأنا